بتكنس السلم اهي يا ام حنان. شوفي ما بتردش عليكي يا اهو. انت حتى في ودانك قطمي يا بنتي، ما انت حقك يا بنتي تخلي لك تنظيف الدار. ما هي ما بتردش عليكي يا اهو، عشان تعرفي كانوا سهرانين معاكي بالليل ومزبلين لك الحته، وعلا تيجي تكنس وتنضف، اللي عكاها ويزبلها يجي يشيلها. لا هي جت عبرتني اهي. فهمتي؟ لا عليكي من ساعتها يا بنتي ما جاتش. شوفي انا هخش بشبشب. انت رخرة. ايوه هخش بشبشب. هتخشي بشبشبك هتكنسي. انا بصور وبقول عليكي يا اهو، انت مطنشه امي ومش عايزه تيجي تنضفي الحته انت وعيالك. وانا بكني السلم انا سمعتها وما ردتش عليا. انت مش انت اللي قاعده بالليل انت وعيالك هنا وزبلت لها الحته تنضفيها؟ يما انا مش انا اللي مسؤوله. قاعده بالليل ومزبله الحته. اه منها واليها نعود. انت وولادك يما ده منظر. معلش فيه، منظر. معلش ده أنا حتى ما فيه، رضتش على شبشب بره دخلت بيه. معلش فيه. انا راح اكنس السلم يما وراح عند امي انا فاضيالك. تعملي زي امك يا بنتي. ما انت زي امي، بس امي ابدا من الدار الوقت وابدا من السلم وابدا من كل حاجه. طب اكنسيها يا بنتي. ده امي ثم امي. طب انا بقول لك امك ثم امك. ما هو ثم انت أمك ثم أبوك. انت زي امي بالظبط، بس في الوقت الحالي اللي انا فيه امي امي امي. الوقت دوت هكني السلم وطير عليه. يعني ما اولادك علا اللي تنظف لك تنظف الحته عشان هي اولادها اللي بيعكوها لي. يعني لا ياما وانت رحت فين يا اخت؟ استنى بقى. بقى استنى، انتوا الاثنين اهو خليكوا شاهدين. انت الأولوية. متابعين. لا وانت قاعده في الدار. انا قاعده في الدار. اه عند امي برضه. انت عندك امك انا عند امي. ماليش فيه، انا هبطانه النهارده ورجليا بتوجعني وعمود الفقر وانا برضه بيوجعني. والله هبطانه وكنت بصبر. يعني انتوا الاثنين لا انت راضيه تكنسي ولا هي راضيه تكنس، يعني اما اولادكم يجوا داخلين اطلعهم من البيت واقول لهم ما تطلعوش عشان انا وليا كبير. يعني انت بتندهي عليا عشان اجي اكنس الحته وعلا قاعده معاكي. علا يا معايا حلاوه أنا الحلاوه. طب ما انا كنت كنست حتتي بقى، ده انا سبت حتتي عشان اكنس السلم بسرعه واروح لامي. طب خلاص يلا يا صح. يلا بزعل. يلا. الوقت يلا الوقت يلا يا يعني سحر. عفريتي لكن برضه. وقت كده يا سحر ده انت حبيبتي، يا سحر ده انت مش عارف ايه الوقت عشان بقول لك امي يلا يا سحر. انا هبطانه يا بنتي. يلا يعني بس ام لو برضه. جوزك الوقت جه وجاب حاجه جوزها عارف ان انا رايحه عند امي. كمان عارف ان انا كنت بصبن واكني السلم وهطيرها لامي. كمان ام حبيبتي وكده. يعني انا لو جت عين جوزك الوقت هي امك انا مش هيشاكي مني. هيقول لك هي رايحه لامي. هيقول لك يا جوز. هيقول لك رايحه لامي. طب اكنسي لي الدار وروحي لها. ربنا يديك الصحه امك نسيها. شد حيلك قومي كده وقومي نضفي. ما فيش سيب المقشه العلا خلاها تنضفها وتسيقها وتخليها على سن 10. عيني عندنا عليها بتقول لنا سوين ولادك هنا اهو، وهم الاول والاخر هو دي بيته. بس ان جد تتكلمي احنا ماشي نسوين ولادك، بس الاولويه يا علا تشيلي. هي بتشتغلني كتر خيرها بتشتغلني على طول، بس النهارده هي تعبان. خلاص يا علا اشتغلها كمان النهارده عشان انا رايحه عند امي، وبعد كده يا ست انا هنزل انضف لها. ياكي شلل في معاميعك، نطنسي لها الحته يا اخت. ده انت مرات يعني اخ، ده على رأي المثل اللي بيقول مرات الاخ عايزه تطاخ. بتشيليني عشان اكنس لامك الحته. امي ياما زي ما انت بتدوري على امك امي. شوفي يا ولاد من العرق من الهبطان. امي ياما لما اكون فيها شعرة صحة والله ما بحتاج حاجة. علا عندها الصحه وبخلانه عليكي بقى ايه؟ لا مش بخلانه ليه، انا كل يوم هبطانة. والله بقى هبطان. ما اتعشتيش؟ لا ما اتعشيتش، لا فطرت كوبايه شاي بس. رضا قوي غيرنا مش الحمد لله عسل، الحمد لله فضل ونعم. لسه التانك ما يتملي والموتور يشتغل ساعة كده الموتور بس بيدور. العيال هتيجي من المدرسة ولادك هيجوا، ولادها بيجوا بيخشوا يعكعكوا الدنيا ده ويجيبوا لي العيال، وانا ما برضاش اتكلم واقول لحد حاجه عشان ما حدش يزعل مني، فانتوا ما تزعلوش مني انتوا الاثنين. اقول لك على حاجه. راح اكمل كنيسه السلم وراح لامي. اعملي اللي انت عايزاه كده يعني. شفت رد فعل مرات ابنك عليكي بقى؟ ده انا شكلي كده. ربنا ما يحوجني ليه؟ لا ده انت عارفه انا هعمل ايه بقى؟ انت بتزعلي عليهم. انت عارفه بقى ان مرات ابنك ما خدتلهاش راجع وسمعت كلامك، انا هشتغل عليها شغل العمي وهجيبها لك كده من راسها ومن شعرها، وعايزه ابنك يجي يتكلم. وان لقيتك بتتكلمي انت بتقول ايه يا رافضه اختي؟ ده لسه ببني السلم. بتقول ايه يا حبيبتي؟ بتقول ايه؟ اللي انت بتعملي سمعتيه. عم. لك عم بلا بتعملي عم. يعني انت بتعملي لنا اعمال تحت السلم أيوة وبره تحت العتب. وهتيجي تعملي لي عمي؟ هعمل لك ده انا هعمل لك عمى بقى، بس هعمله لك حاضر. المره دي ببير السلم مش تحت العتب. حاضر اشهدي علي. في حد بيشم عمته؟ عادي. بس اما ابنك يجينش تعملي وان فيها. قلتي ما تقوليش لاخوكي يا بنت عشان خراب البيوت ما عدتش كنسلك الدار ولا عاملك مصلحه يشتلوكي. هتقول ايه لاخوك يا؟ هقول له امك كسرت مراتك كسرت بخاطر امك. بس هما بيقولوا لي يا بنتي بخاطر. بدك تخدمي. انا بقول لها بقول هات لك السلم الشرع وراح عند امي. ما فيش واحده بتخدم مني. واما اكون قاعده
قاعده هنا انا هعمل لي. معلش يما معلش. شكلك النهارده سحر تنضفي لي الحته. يعني انت عايزاني اعمل ايه الوقت؟ تكنسي له الدار وتكنسي. لا قولي له روح عنده. هقول لك وروح عند امك يعني بعد ما اكنس؟ لا انا مش كنسه. انت الوقت ده قولي لي يلا يما روحي لامك شوفيها انا عايزه ايه. والله هدعي لك دعوتين يمكن ربنا يستجاب مني. بقول لك على راي المثل. يعني انت مش هتدعي لي الا ما اقضي لك مصلحه؟ هدعي لك بستر. طب ادعي لي من غير ما اقضي لك مصلحه. ما هو ما وانا تعبانه كده ومانيش قادره. بقول لك هقول لك على راي المثل. كانوا زمان بيقولوا لي الام بتدعي وتستغفر والحما بتدعي وتتضحى. فانا يا بنتي بدل ما اقول كلمه عليكي وارجع تاني اندم عليه نضفوا لي الحته، لان ربنا هيستجاب مني، لان انا تعبانه ومش قادره. وانا مش قادره ياما. انا ما بقولكش ما تروحيش، انا ماليش ولا عليكي. انت ياما حبلك على كتفك في عيشه لوحدك. بس يعني المرأة اللي انت تعمليه لما احتاج يعني اقول لك تنسى الحته دي يا بنتي. كان احنا اللي عاملين فيها كده؟ العيال والله يا بنتي امبارح. طب وانا ذنب ايه؟ ذنب ايه اللي انا اشتري الليله يعني؟ العيال ذنب ايه اللي انا يلا اشتري مره من نفسي يا سحر اقول لك تنسي لي الحته. انا يعني بندع عليك كل يوم يا بنتي. لا ما بتندهش عليك. اشهدوا علينا يا جمهوريه، مرات عمرو اخويا داخله علينا بالافتراء والقوه. اصبري بس كده عليا، اصبري عليا يا ام حنان. يا اولاد ما انتوش كنسين. ده الايام بيناني. اني وقوني وما يحوجني لحد يا رب. جاني ولا غيري يا رب. ربنا ما يحوج حد لحد يا رب يما. ويدينا الصحه يا رب. يا رب بحق جاه النبي. لا تحوج لا ليكي ولا ليها ولا لاي حد في الدنيا. يا رب. انا واللي زيي والسامعين وامه محمد اجمعين. اللهم امين يلا يا يا حبايبي اللهم اتوكل امين. على الله. هي امها بردك عندها ابدا مني، ما هيش كذبه. امها عندها ابدا مني. وانا اقوم ربنا يعيني ويقويني. يعني انت بتأنبي فيا عشان انا بقول لك انا رايحه لامي لا ومش يا هعمل عمي لك مش الحتة؟ معايا يا بنتي مدر في امك. وانا اشتريت القياس من الارضيه والله ده طالع من القياس من نفس العين. كفايه يا علا ما تنضفي لنا الحته النهارده. انا قلت انا هبطانه مش يعني لايقه. انت هبطانه يا علا كل يوم؟ كل يعني يوم. انا للظروف النهارده رايحه عند امي هبطانه. اشمعنى الهبطان ما جالكش يا علا الا انا عشان ماشيه عند امي؟ انا هبطانه من الصبح طب وبقول ما انا انت كل يوم هبطانه. صلاه النبي عليكي قوي. ما النهارده بقى جاني كساه. جالكوا ساعه عشان عرفت ان سحر ماشي. يلا بقى قومي اكنسي لها الحته. يلا يا حبايبي اكنسي يا الحته. حبايبي قلبي يلا انت ما تجيش تقولي لي كنيسه الحته اصلا. ماليش فيه. انت ما حره، بيقولكش في لا انت حره انت يقولكش وحماتك في ياما مدوغوا بعض. انا يلا بعيد، ربنا يعيننا ويقوينا. انا بعيد يا حبيبه قلبي. اقعدي بس وطولي بالي. هتمسك عكازي. اقعدي بس وطولي بالي. يلا يا سحر شفتي انت بقى كنت زعلانه مني ان انا ما عملتلكيش، وانا كل يوم شايله لك البيت وما بقولكيش لا وجابره بخاطرك. انا بس حاجه بس قرصت ودني كده اشوف رد فعل مرات ابنك هيبقى ايه. والحمد لله جبر الخواطر على الله، وانا اعمل لك الخير كله يا ام عبد. ده انت العين والنني وانت الحته اللي الجوانيه. يلا يلا الحمد لله. انت بقالك يومين ثلاثه ياما من بعد ما طلعنا من رمضان وانا ما بتعيش وبعض. ما تعرفش ايه اللي جري يا بنت الايام ده. يلا الحمد لله. حتى ما بسال حد بيقول لك احنا كده. يلا الحمد لله. استنى الحاجه. يلا يلا يا حبيبه قلبي ربنا يعينك ويقويك. كنسي وانا همسح لك الحته. بتقولي ايه يا علا يا برصه؟ انا بقول ايه؟ بقول ليه شوفي. مش زعلانه والله يا بنت. ازعل ليه؟ والله ما انا زعلانه يا ولاد. انت زعلت مني؟ لا والله ما انا زعلانه. انا بهزر معاك. انا كنت مستنيه اقضي المصلحه اللي في ايدي وكنت هاجي اعمل والله يا بنتي حتى لو اني هروح لامي هستغنى عن امي ساعه 2 3 واعمل لك اللي انت عايزاه. امك اولى يا بنتي. ما انت زي امي برضه وفي مقام زي امي. والله. وانا مش معتبراك حماي زي الحموات. انت والله زي يا امي بنتي، وانت بالظبط. زي بولا والله. وجبر الخواطر على الله. وانت زي بولا ربنا والله. بيكبر باللي بيكبر الخاطر. والله يا بنتي انا ما زعلانه ولا والله ما تزعلني. ده اللي انت عايزاني اعمله لك. اموري بس وانا انفذ. اندهي بس ندى وتلاقيني تحت رجليك. ربنا يكبر بخاطرك يا ماما. ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبتي. اوعى تكوني زعلان. والله ما انا زعلانه. ازعل ليه؟ كل واحد وراه مصلحته وكل واحد وراه بيته وكل اي واحد وراه مصلحته. والله لو في ايدي ويلا يا انزل بنتي. اعمل لك الاول مصلحتك وبعد كده اعمل لنفسي. الله يصلح حالكم يا بنتي ويديلكم حالكم. يا رب اللهم ويديلكم حالكم امين. يا بنتي انتوا اللي زيكم يا انا رب. حبايبي بقى بنصح كل اخواتي اللي زي حالاتي او اللي هم متجوزين جديد ان جبر الخواطر على جبر الله. الخواطر على الله والله جبر يا ولاد. الخواطر على الله. ويعني الحما لو طلبت مني شغلانه واني نزلت عملت لها انا مش هخس حاجه.
الشغل لا بيتعب ولا بيخسس، كفايه بس دعوتها ليا وطبطبتها عليا وعلى اولادي، وكفايه جبر خاطرها ليا، وكفايه بس مقابلتها كده بتبقى مبسوطه ان انا نازله لها. الشغل لا بيتعب ولا بيخسس. يلا يا بنتي ربنا يكبر بخاطركم وخليكم. يلا بقى يا حبايبي، يا ريت الفيديو بتاعنا يعجبكم، بس ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يوصل لكم مننا كل مع السلامه يا جديد. حبايب قلبي. عائلة ماما حنان. دي نصيحه مع يا حبايب السلامه. قلبي من مرات الابن لاخواتها لحبايبها. ايوه يا حماتي يا حلوه، قولي كده اشجيهم اشجيهم. الشغل ما بخسسش والله يا اولاد، وجبر الخواطر على الله. والله 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 جبر الخاطر على الله. انت ما تنزلي تعملي لحماتك شغلانه والله ما تخسسي، والله هتدعي لك وهتكبر بخاطرك، ربنا يكبر بخاطرك. اللهم امين. يلا حبايبي.